بسم الله الرحمن الرحيم. شباب وبنات سنة أولى ثانوي، أهلا بيكم. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. الدرس ده اسمه درس الأعداد المركبة، ومن هنا أبدأ أقول لك أهلا بيك في المرحلة الثانوية. انسى بقى النظام بتاع المرحلة الإعدادية، وانسى النظام اللي انت كنت ماشي بيه في الإعدادي. الثانوي محتاج منك شوية شغل، محتاج منك شوية تركيز، محتاج ان انت تتعب شوية على نفسك عشان ربنا يكرمك ان شاء الله وتلاقي ثمرة نجاحك دي قدام. بسم الله. اول حاجه، قبل ما نبدا بالاعداد المركبه خليني اجيب لك الموضوع واحده واحده كده، ما اخشش في الموضوع على طول. عايزين نحل معادله. طبعا انتوا كلكم اساتذه حل معادلات، لو ما شفتش الفيديوهات التاسيسيه اللي انا كنت عاملها ارجوك وقف الفيديو، ارجع شوف الاساسيات اللي احنا كنا عاملينها والحصه اللي فاتت عشان تقدر تكمل معانا. اما لو انت كنت شفت الفيديو ومكمل معاه لحد دلوقتي، فاحنا عايزين نحل المعادله دي باختصار شديد. هناخد الخمسه نوديها الناحيه التانيه سالب خمسة، يعني 2 س بيساوي 13. شيل منهم خمسة يعني 8. اعمل هنا على الاتنين وهنا على الاتنين، يعني الس بتساوي 8 على الاتنين يعني 4. فمجموعة الحل بتاعتك هنا 4. وخد نفس الملحوظة دي، معادلة من الدرجة الأولى، فطلع عندي حل واحد بس. كلام جميل، كمل. عايزين نحل دي. والله يا مستر قبل ما نبدأ، دي معادلة من الدرجة التانية فهيطلع عندي حلين، صح كده؟ صح. يلا خد السالب 4 وديها الناحية التانية موجب 4، يعني س أس 2 بيساوي 4. عايز أخلص من التربيع، خد الجذر، خد الجذر، يعني الس بتساوي أيوه موجب أو سالب 2. ما تقوليش 2 على طول، حط موجب أو سالب لأن أنا عندي هنا متغير. فاحنا قلنا ان انا عندي مجموعه حل لو الدرجه التانية، فانا عندي حلين. طيب خش بقى على المثال اللي بعديه. بيقول لي س اس 2 زائد 4 بيساوي صفر. بسيطه، هناخد الموجب 4 نوديها هنا سالب 4، يعني س اس 2 بيساوي سالب 4. خد الجذر وخد الجذر، يعني الس بتساوي موجب او سالب كم؟ مفيش. مش انت كنت واخد ان انا ما عنديش جذر العدد سالب؟ فهنا مفيش حل، مجموعه الحل بتاعتك هنا فاي. ده الكلام ده امتى؟ ده الكلام ده لحد السنه اللي فاتت. من اول دلوقتي هيبقى عندك جذور للاعداد السالبه. سم الله بسم الله. هحكي لك قصه صغيره كده عن تطور المجموعات بتاعه الاعداد وتطور ظهور الاعداد. منذ أن بدأ الإنسان على الأرض وخليقة الإنسان في الأرض، الإنسان عشان يعد الأشياء اللي حواليه فالمفروض إن أنا أجيب مجموعة أعداد أبدأ أوصف بيها الحاجات اللي حواليا. فاخترعنا أول حاجة مجموعة أعداد اسمها أعداد العد. يعني إيه؟ الأعداد اللي أنا بستخدمها عشان أعد اللي هي الواحد والاتنين، الواحد والاتنين والتلاتة والأربعة وهكذا، صح كده؟ صح. طيب، عايزين بعد كده أعداد جديدة بتعبر عن اللاشيء، فهنضيف لهم الصفر، فبقى عندي مجموعة أعداد جديدة اسمها الأعداد الطبيعية، بتبدأ بالصفر وبعدين الواحد الاتنين التلاتة وهكذا. كلام جميل وزي الفل. طيب حل لي كده المعادلة دي يا نجم. بسيطة. هناخد السالب 3 نوديها الناحية التانية، سوري، هناخد الموجب 3 نوديها الناحية التانية سالب 3، يعني السين بتساوي 1 ناقص 3. يعني ايه الكلام ده؟ يا مستر 1 ناقص 3 يعني سالب 2. ثواني يا حبيبي، ما انا ماشي معاك بترتيب اهو، انا ماشي معاك بتسلسل تاريخي. احنا لحد دلوقتي ما عندناش اعداد سالبة، فعشان كده هنخترع اعداد جديدة اسمها الاعداد السالبة عشان تحل لي المشكلة دي. فبقى عندي مجموعة اعداد جديدة اسمها الاعداد الصحيحة، ودي اللي هي عبارة عن الصفر في النص، على اليمين الأعداد الموجبة وعلى الشمال الأعداد السالب. حلو أوي زي الفل. تعالى حل لي المعادلة دي. لما نيجي نحلها عايز أخلص من الاتنين أوديها الناحية التانية بالقسمة، يعني السين بتساوي 5 على الاتنين اللي هي بتساوي 2 ونص. بسيطة برضو، ما هو يا حبيبي برضو نفس الكلام، أنا لحد دلوقتي ما عنديش كسور، لحد دلوقتي ما عنديش حاجة تعبر عن الكسر ده، أنا عندي أعداد صحيحة. فهنحتاج ان احنا نبتكر اعداد جديده بتعبر عن الكلام ده. طب ايه هي الاعداد بتاعتك؟ حاجه اسمها الاعداد النسبيه. ايه بقى الاعداد النسبيه او ايه قصه الاعداد النسبيه؟ باختصار شديد، العدد النسبي هو اي عدد ينفع اكتبه في صوره بسط ومقام، بس عندك شرط. ايه هو الشرط؟ المقام بتاعي ما ينفعش يكون بصفر، ما ينفعش يساوي الصفر. اديني مثال، مثلا التلاتة. لو انت جيت تشوف التلاتة دي عدد نسبي. ليه؟ لان اي عدد المقام بتاعه واحد. اقول لك مثلا 2 ونص، ال2 ونص دي هي كمان عدد نسبي، لان 2 ونص يعني 25 على 10، او ممكن اخليها 5 على 2 برضو ب2 ونص. اجي اقول لك مثلا 30%، 30% دي برضو عدد نسبي، لان انا اقدر اعبر عنها 30% يعني 30 على 100. كل الكلام ده اقدر اكتبه في صورة بسط ومقام، فبالتالي الكلام ده اعداد نسبية. طب تعالى نكمل، عايزين نحل دي.
عايزين نحلها هناخد الجذر التربيعي هنا والجذر التربيعي هنا. يعني س بتساوي موجب او سالب، انت عودتني طالما في جذر تربيعي وفي اس 2 تحت المتغير او فوق المتغير فلازم انا احط الموجب او سالب. ونزل الجذر 3. هو الجذر 3 ده بكام؟ معرفش. الجذر 3 ده ملوش جذر. طب بيساوي كام؟ معرفش. فبالتالي هنحتاج مجموعة اعداد جديدة اللي هي الاعداد الغير نسبية. هي مين الاعداد الغير نسبية؟ اي عدد تحت الجذر ملوش جذر. تاني كده، اي عدد تحت الجذر ملوش جذر. طيب كمل. دلوقتي معايا اعداد نسبيه، معايا اعداد غير نسبيه. وقف لحظه كده، عايزين نربط الكلام ده ببعضه. انا كان عندي اول حاجه مجموعه اعداد العد، بعد كده زودت لهم الصفر بقى عندي مجموعه الاعداد الطبيعيه، بعد كده زودت لهم السالب بقى عندي مجموعه اعداد صحيحه، بعد كده زودت لهم الكسور بقى عندي مجموعه الاعداد النسبيه، وعندي دلوقتي كمان مجموعه الاعداد الغير نسبيه. الكلام ده كله لو انت خدته وجمعته في مجموعه واحده لحد ثالثه اعدادي، جمعته في مجموعه واحده فبقى عندي مجموعه اعداد جديده اسمها الاعداد الحقيقيه واي رقم ايا يكن يخطر او ما يخطرش في بالك هو عدد حقيقي. لحد امتى؟ لحد دلوقتي، انا لسه ما دخلتش على الجزء الجديد. طيب كمل. احنا كل شويه بيكون معايا مجموعه اعداد، اجي احل معادله يطلع فيها مشكله، العدد ده مش معايا، فبخترع عدد وبروح ضايفه للمجموعه فيطلع لي مجموعه جديده. نفس الكلام عايزين نحل المعادله دي. س اس 2 زائد 1 بيساوي صفر. س اس 2 هناخد الموجب واحد نوديه الناحيه التانيه سالب واحد، خد الجذر وخد الجذر. يعني الس بتساوي موجب او سالب جذر السالب واحد. جذر السالب واحد ده بكام؟ يا مستر انا ما عنديش جذر لعدد سالب. خلاص حل لي المشكله. هتحل المشكله ازاي؟ قال لك السالب اللي تحت الجذر هنسميه ت. طب ت دي جايه منين؟ بترمز للرقم التخيلي، واخدين اول حرف من كلمه تخيلي اللي هو التاء. فاي تاء تشوفها بعد كده دي معناها جذر السالب واحد. تاني كده، خدنا السالب عشان نحل المشكله دي، قال لك يا عم هنسمي السالب ده ت، بس اتحلت. ما هي دي المشكله. المشكله ان انا عندي سالب تحت الجذر، عشان اخلص من السالب ده او عشان ابدا احل بالاعداد بتاعتي قال لك خلاص السالب ده عبر عنه بت وابدا اشتغل عادي خالص. جذر السالب واحد يعني عباره عن التاء. لحد هنا كلام جميل وزي الفل. بس لحظه واحده، انا عايز مجموعه اعداد جديده. قال لك انت عندك بقى اعداد جديده اسمها الاعداد التخيليه. هي مين الاعداد التخيليه دي يا مستر؟ الاعداد التخيليه دي هي اي رقم تحت الجذر بس بالسالب. اي سالب تحت الجذر التربيعي ده اسمه عدد تخيلي، عدد مش موجود في الطبيعه. لحد هنا متفقين؟ متفقين ان شاء الله. طيب تعالى بقى اعرفك على العدد التخيلي ده. اتفقنا ان جذر السالب واحد ده عباره عن ت. طيب لو قلت لك ت اس 2 او ت اس 2، والله دي معناها جذر سالب واحد في جذر سالب واحد، صح كده؟ صح. يلا ابدأ اشتغل. جذر في جذر يلغي الجذر يتفضل معايا السالب واحد. او ممكن تقول لي ت تربيع، يعني الجذر التربيعي لسالب واحد الكل تربيع، التربيع يلغي الجذر يتفضل لك سالب واحد. فانت عندك كده ت اس 2 دي عباره عن سالب واحد. كلام جميل. كمل. ت اس 3، خلاص ت اس 2 في ت، مش ت اس 3 دي عباره عن ت اس 2 في ت. الت اس 2 احنا لسه معبرين عنها بسالب واحد، يبقى سالب واحد في تاء اللي هي سالب ت. حلو جدا. طب ت اس 4، والله يا مستر ت اس 4 دي انا اقدر افكها ت اس 2 في ت اس 2 اللي هي عباره عن سالب واحد في سالب واحد. ما هي ت اس 2 دي بسالب واحد ودي كمان بسالب واحد، اضربهم بقى في بعض. سالب في سالب بموجب، واحد في واحد بواحد، فت اس 4 بواحد. لحظه واحده، هل ده معناه ان انا اي ت اس 4 اشيلها واحط مكانها واحد؟ خلاص خدها قاعده بقى، اي ت اس 4 شيلها وحط مكانها واحد، او بمعنى اصح شيلها خالص ملهاش لازمه، ما هو الواحد في الضرب ملوش لازمه. هفهمك الكلام ده كمان دقيقتين، بس خليك معايا معايا واحده واحده. طب اللي بعده ت اس 5، والله يا مستر ت اس 5 دي عباره عن ت اس 4 في ت. واحد يقول لي لا مش احنا كنا بنفكها ت اس 2؟ المفروض تبقى ت اس 2 في ت اس 2 في ت. ما هي دي ودي مع بعض بت اس 4 وت اس 4 بواحد، واحد في ت هيديني ت. تمام كده؟ تمام. انا عايزك بس ايه تلاحظ ان دي ت اس ت عباره عن جذر سالب واحد ت اس 2 سالب واحد ت اس 3 سالب ت اس 4 عباره عن واحد. تمام كده؟ تمام. كمل. هتلاقي عندك ت اس 5 سالب ت. طب عايز اجيب ت اس 10، افكها اتنينات؟
لا، الاسهل ان انا افكها اربعات. لو الرقم بتاعي يستحمل فكها اربعات. دي عباره عن ت اس 4 في ت اس 4 كده ت اس 8 في ت اس 2. دول مع بعض بواحد، وواحد في الضرب ملوش لازمه. هنضربه في ت اس 2 هيديني ت اس 2، وت اس 2 دي عباره عن سالب واحد. كلام عظيم 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 عظيم. كمل. ت اس 20. اقول لك بقى حاجه سهله عشان تلخص معاك الكلام ده كله. صلى على النبي يا نجم. اي ت ليها اس، اي ت ليها اس حاجه من الاتنين. اي ت ليها اس هي حاجه من الاتنين، يا اما رقم يقبل الاسم على الاربعه، يا اما رقم ما يقبلش الاسم على الاربعه. واحده واحده كده، سمي الله، اهدى خالص. الته بتاعتي حاجه من الاتنين، يا اما رقم يقبل القسمه على الاربعه، يا اما رقم لا يقبل القسمه على الاربعه. طب خلينا في الحاله الاولى، رقم يقبل الاسم على الاربعه بواحد، خلصت. تاني كده، ت اس اي حاجه تقبل الاسم على الاربعه بواحد، خلصت. زي ايه؟ زي دي ت اس 20. هي مش ال20 ينفع اقسمها على الاربعه؟ يبقى الناتج واحد. معلش يا مستر، انا واحد بياخد رياضه، فانا عايز افهم مش عايز احفظ. صلى على النبي. مش ت اس 20 دي اقدر افكها او اقدر اعبر عنها ت اس 4 في ت اس 4 في ت اس 4 في ت أس 4 في ت أس 4. ت أس 4 متكررة 5 مرات، ما 4 في 5 ب20. دي بواحد واحد 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 واحد. واحد لما تضربه في نفسه كذا مرة الناتج واحد، خلصت. عشان كده بقول لك عفوا، عشان كده بقول لك لو ت الأس بتاعها رقم يقبل الاسم على الأربعة، خلاص ريح دماغك، الناتج واحد. طب الاحتمال التاني بقى، لو رقم ما يقبلش الاسم على الأربعة شيل منه أربعات. تاني كده، لو رقم ما يقبلش الاسم على الأربعة شيل منه أربعات. اديني مثال عشان أنا بس بفهم بالمثال. بص يعني، لو أنا جيت مثلا قلت لك ت أس 8، 8 تقبل الاسم على الأربعة يعني الناتج واحد. طب لو قلت لك ت أس 9، شيل من التسعة دي أربعات وحط اللي متبقي. التسعة هم، شيل منهم أربعات، أدي واحد، خلاص دي كده بواحد شلت، ودول كمان أربعة، كده خلاص اتشالوا. متفضل معاك مين في الأس؟ متفضل معايا واحد، يبقى الناتج بتاعك عبارة عن ت أس واحد، اللي هي عبارة عن ت. طب مثال تاني، عايزين نشوف ت أس 17. شيل من ال 17 دول أربعات، أنت عندك أربع أربعات ب 16، فهيتبقى كام من ال 17؟ واحد، يبقى الكلام ده بيساوي ت أس واحد اللي هي ب ت. طب مثال كمان، ت أس 23. شيل منها الأربعات، ال 20 23 فيهم كام أربعة؟ فيهم خمس أربعات اللي هم ب 20، فالناتج اللي هيتفضل عندك ت أس 3. كده الموضوع بقى سهل. على فكرة تتحل بالآلة بس هنا أسرع، شغل دماغك ما تشغلش الآلة. الآلة ليها شغلها وهنستخدمه بعدين. طب تعالى بقى شوف المثال ده، ت أس 75. شيل منهم أربعات، شيل مضاعفات الأربعة، يعني ممكن تشيل 4 8 12 16 20، شيل اللي أنت عايزه. بس طبعا عفوا، طبعا الأسهل كل ما هتشيل رقم كبير. أنا ممكن أشيل من ال 75 دول 20 و20 و20 اللي هم 60، فهيتفضل هنا 15. شيل منهم برضو الاربعات، انا عندي 3 اربعات ب 12، فهيتفضل من ال 15 3، يبقى الناتج بتاعك ت اس 3. طب ت اس 3 دي بكام؟ احنا لسه كنا قايلينها فوق لو انت ناسي، لسه كنا قايلين ان ت اس 3 عباره عن سالب ت. طب نسيت؟ والله يا مستر ت اس 3 عباره عن ت اس 2 في ت. ت اس 2 بسالب 1 في ت يعني سالب ت، خلصت. من غير آلة ومن غير اي حاجه، خلصت. حاول دايما تعتمد على طرق واساليب تسهل لك الاستخدام، ما تتخنش مخك بالآلة. تمام. كمل. ت اس 221. يا نهار اسود، ايه الخرا ده؟ ولا اي حاجه، اهدى بس كده، اهدى. شيل الاربعات، انا عندي ال 200 تقبل الاسم على الاربعه، خلاص اتشالت. ال 21 ال 20 تقبل الاسم على الاربعه، خلاص ال 20 كمان اتشالت. متفضل عندك كام؟ ت اس واحد اللي هي بت، خلصت. طب مثال بقى واللي بيلخبطك، لو الاس بتاعك بالسالب تعمل ايه؟ لو الاس عندك موجود بالسالب، عندك حاجه من الاتنين، يا اما تصعب الموضوع على نفسك يا اما تسهله على نفسك. طب هتصعبه ازاي على نفسك؟ صلى على النبي. الت اس سالب 2، مش انا عندي الاس السالب بينزل تحت، يبقى الكلام ده عباره عن واحد على ت اس 2. وت اس 2 دي عباره عن كام؟ ت اس 2 دي عباره عن سالب واحد، يبقى واحد على سالب واحد اللي هي بتساوي سالب واحد. ده بالنسبه للطريقه الصعبه او الطريقه اللي هتاخد معاك وقت. طيب، الطريقه بقى اللي مش تاخد معاها وقت واللي انا هستخدمها واللي انا همشي عليها فيما بعد، بدل ما كنت بشيل من الاس الاربعات، لا انا هزود على الاس اربعات.
هبدا ازود اربعات. طب السالب 2 زود لها 4 تبقى موجب 2، يبقى الناتج بتاعك عباره عن ت اس 2 اللي هي بسالب 1. خلصت. طب يا مستر ده دي اسهل. دي اسهل لان الرقم صغير. تعال خد رقم كبير زي ده ال50. هتعمل ايه في ال50؟ والله هضيف لها اربعات. هتضيف كام؟ هضيف اربع 15 اللي هم ب60. فالناتج بتاعك هيكون ت اس 10 عادي، ما انت تستغربش عادي. ممكن واحد تاني يقول لي لا انا هضيف 48 اللي هي 4 12 من الاربعه عادي. واحد تاني يقول لي انا هضيف اي رقم عادي، ما انت بعد ما هتخلص ترجع تعملها تاني مش فارقه. اول رقم يجي في دماغك وكمل بعدين، ما توقفش نفسك. ت اس 10، ت اس 10 شيل منها 4 يديني ت اس 2. الت اس 2 عباره عن سالب 1. خلصت. اللي بعده بص كده بيقول لي ت اس 4 نون. طب انا هعرفها ازاي يا عم؟ هو انا ساحر؟ ما انا ما اعرفش النون دي بكام عشان اعرف الاربعه نون بكام يا عبيط. ما هي 4 نون دي معناها ان رقم هيقبل اسمه على الاربعه، واي رقم يقبل اسمه على الاربعه خلاص الناتج واحد. خلصت. مش فاهم. لا تاني. صلى على النبي. تعالى نعتبر النون دي باي رقم. اختار اي رقم، وليكن مثلا نعتبر النون دي مثلا بواحد. تعالى يبقى ت اس 4 في 1 ب4 وت اس 4 بواحد. لا مش عجباني. اختار مثلا الاتنين. خلاص ت اس 4 في 2 ب 8 يبقى ت اس 8، وت اس 8 برضو تقبل اسمه على 4 فبواحد. فهمتك. طب ت مثلا اس 5، حط النون بخمسة يبقى ت اس 4 في 5 يعني 20. ال 20 تقبل الاسم على الاربعة يبقى الناتج واحد. خلصت. فاربعة نون دي هي بترمز لمين؟ بترمز ان الرقم ده هيقبل يتقسم على الاربعة. خلصت. خلاص الناتج واحد ما تكملش. طب اللي بعده بيقول لي ت اس 12 نون، هتعمل فيها ايه؟ ال 12 تقبل الاسم على الاربعة يبقى الناتج واحد. خلص بس كده. الموضوع سهل، ما تصعبش الموضوع على نفسك. الموضوع سهل والله. الرياضة دي هتلاقيها اكتر مادة ممتعة، والله اكتر مادة ممتعة. بس لو انت فهمت كويس، لو انت خدت الموضوع بمتعة هتلاقيها فعلا مادة ممتعة. مادة بتخاطب عقلك، ما بتخاطبش واحد حمار. الرياضة اللي دايما اللي بينجح فيها او دايما اللي بيحبها او دايما اللي متفوق فيها واحد بيفهم. هي ما بتخاطبش العقول النايمة، هي بتخاطب واحد عقله كبير وعايز يكبره. في دايما مقولة كده بتتقال: تمرين العضلات الجيم، وتمرين الرياضة تمرين العقل الرياضة. خلصت. اللي بعده يا بطل بيقول لك الجذر التربيعي لسالب 25. والله يا مستر احنا كنا قايلين ان السالب ده عبارة عن ت وجذر ال 25 بخمسة. لا ثواني انا مش فاهم الكلام ده. بص يعني مش انت عندك الجذر التربيعي لسالب 25 دي عبارة عن سالب 1 في 25؟ طب السالب واحد ده بيخرج من بره الجذر بت، او بمعنى اصح عشان برضو تفهم اكتر، مش السالب واحد ده عبارة عن ت اس 2؟ ابدأ خد جذر تربيع لكل واحد. جذر الت اس 2 بت، جذر ال 25 بخمسة، بس كده. فلما تلاقي عندك سالب حط ت، جذر ال 16 باربعة حط ت، بس كده. الموضوع بسيط. ده كده انا عرفتك يعني ايه ت، وعرفتك يعني ايه عدد تخيلي، وعرفتك لما يكون العدد التخيلي ليه اس تعمل بيه. اللي بعده العدد المركب. هو يعني ايه عدد مركب؟ من اسمه عدد مركب يعني بيتركب من حاجتين. طب ايه هما الحاجتين دول؟ جزء بنسميه جزء حقيقي، وجزء تاني اسمه جزء تخيلي. يعني ايه بقى الكلام ده؟ انا مش فاهم. تعال اديك مثال. هات لي اي عدد حقيقي. 5. هات لي عدد تخيلي. يعني ايه عدد تخيلي؟ ما انا لسه شرحه لك دلوقتي. عدد التخيلي اللي هو فيه ت مثلا 2 ت، اجمعهم لي كده على بعض، جمعتهم بس ده عدد مركب. لا تاني كده. مثلا هات لي عدد حقيقي سالب 4، هات لي عدد تخيلي سالب 2 ت، جمعهم لي مع بعض، جمعتهم ده عدد مركب بس. فالعدد المركب هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن جزئين، جزء حقيقي وجزء تخيلي، جمعهم مع بعض هيطلع لك عدد مركب. طب عايزين نكتب لها صيغة كده او نكتب لها ديباجة كده زي ما بيقولوا. بص يا نجم، العدد المركب دوت اللي هو الكاف، هي كده موجودة تحت هنا، اللي هو الكاف ده عبارة عن أي عدد في الشكل ده: أ زائد ب في ت. تاني كده أ زائد ب في ت، بس في شوية شروط. إيه هي الشروط؟ أول حاجة الألف ده عدد حقيقي، والب هو كمان عدد حقيقي. ما انت لسه بتقول عدد تخيلي. لا انا مش قصدي على الت، انا قصدي على الب المعامل. يعني الرقم ده، ما هو الرقم ده حقيقي، الرقم ده حقيقي. لو كتبت لك ت بس فالمعامل بتاعها هنا هو واحد، والواحد برضه عدد حقيقي.
فانا بقول لك ان الرقم ده حقيقي والرقم ده حقيقي. ايه تاني؟ وان الت اس 2 لازم أن تكون بتساوي -1. بس هي دي الاعداد المركبه. طيب تعالى بقى نجمع الليله اللي احنا اخدناها مجموعات الاعداد دي كلها، لان انا الدنيا دخلت معايا في بعضها. صلى على النبي. مش انت عندك اول حاجه الاعداد اللي احنا بنعد بيها اللي هي الاعداد العد؟ حلو. زودنا لهم الصفر فبقى عندك اعداد طبيعيه، زودنا لهم السالب فبقى عندك اعداد صحيحه، زودنا لهم الكسور فبقى عندك اعداد نسبيه، وعندي جذور ملهاش جذر فدي اعداد غير نسبيه. هما الكلام ده كله مع بعضه دي الاعداد الحقيقيه. سهله. عندك اعداد عد زودنا لهم صفر اعداد صحيح اعداد طبيعيه، زودنا لهم سالب اعداد صحيحه، زودنا لهم كسور اعداد نسبيه، معاها الجذور اللي ملهاش جذر اللي هي الاعداد الغير نسبيه. كل الكلام ده بيشكل الاعداد الحقيقيه. كلام جميل 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 جميل. طيب الاعداد الحقيقيه دي لو انا زودت لهم الاعداد التخيليه اللي هي ت وجمعت المجموعتين دول كده على بعض هيطلع لي مجموعه اعداد جديده اسمها الاعداد المركبه. يبقى الاعداد المركبه اللي بنرمز لها برمز كاف دي عباره عن مجموعتين، مجموعه الاعداد الحقيقيه اللي هي كل ده، ومجموعه الاعداد التخيليه. هما الاتنين مع بعض اتحاد هيطلع لك الاعداد المركبه. لسه قايل لك عدد مركب ده عباره عن ا زائد ب ت. الالف حقيقي، الب حقيقي، والتاء اس 2 لازم أن تكون بتساوي -1. تعالى بقى يا بطل حل لي الاسئله دي. عايزين نحل دول. والله بسيطه. هناخد ال 18 الناحيه الثانيه -18 يعني 2 س اس 2 بيساوي -18. اقسم هنا على الاتنين واقسم هنا على الاتنين يعني س اس 2 بتساوي -9. حلو. عايزين نجيب السين. خد الجذر هنا والجذر هنا يبقى السين بتساوي موجب او سالب جذر -9. طب جذر -9 ده عباره عن كام؟ بالظبط جذر -9 ده عباره عن 3 بس في هنا ت في هنا سالب فهنحط ت. طب لحظه واحده، يعني انت قصدك هنا ايه؟ انا قصدي هنا ان مجموعه الحل بتاعتي دي عباره عن 3 ت وسالب 3 ت. كلام جميل وزي الفل. بس عندنا مشكله صغيره. شوف لي هنا السين تنتمي لمين. شوف لي مجموعة الحل اللي أنا عايز أجيب الحل من خلالها، السين هنا تنتمي لمين؟ لو قال لك السين تنتمي لح يبقى مجموعة الحل هنا فاي، مفيش حل. لأن الأعداد التخيلية مش أعداد حقيقية. دي أعداد تخيلية مش حقيقية. فلو قال لك س تنتمي لح فمجموعة الحل هنا فاي. طب لو قال لك إن س تنتمي لكاف، في الحالة دي أبدأ أقول له إن مجموعة الحل هي عبارة عن 3 ت وسالب 3 ت اللي هي الأعداد المركبة. كلام جميل. حل لي دي. لما اجي احل دي والله احنا ممكن نحلها بالتحليل، بس ده مش هينفع يتحل لان مفيش رقمين اضربهم في بعض يديني واحد ومجموعهم يكون بواحد. فاذا هلجأ لانهي طريقه؟ بالظبط هلجأ للقانون العام. هطلع الالف، طلع الباء، طلع الجيم. الالف بواحد، الباء بواحد، الجيم بواحد. س تساوي سالب ب موجب وسالب جذر تربيع ب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. الله ينور عليك. ابدأ عوض لي. س تساوي سالب ب يعني غير إشارة الب يعني -1 زائد أو ناقص الجذر التربيعي ب تربيع يعني 1 ناقص 4 في الألف بواحد في الجيم بواحد يعني ناقص 4 على 2 ألف يعني 2. عوض لي بالكلام ده. 1 ناقص 4 يعني -3 يعني س بتساوي -1 زائد أو ناقص جذر -3 على 2. ابدأ جمع لي الكلام ده. يعني س بتساوي -3 دي تحت الجذر ملهاش جذر فهيبقى الحل الأول سيبها زي ما هي -1 زائد جذر -3. احنا متفقين التلاتة دي زي ما هي. جذر -3 ده أنا مش عارف أعمل فيه حاجة بس اللي انا اقدر اعمله اقدر اشيل السالب ده من هنا واعبر عنه بت. يبقى جذر 3 ت على الاتنين وهنا العكس -1 ناقص جذر 3 ت على الاتنين. هم دول الحل بتاعي. عفوا. نرجع لموضوعنا. الفكرة التانية اللي موجودة عندي في الدرس يقول لك تساوي عددين مركبين. امتى يكون عندي عدد مركب بيساوي عدد مركب؟ لحظة واحدة. تعال ناخدها بالعقل. سيبك من اللي موجود هنا خالص ماليش دعوة بيه. تعال ناخدها بالعقل. هو العدد المركب ده بيتكون من كام حاجة؟ من حاجتين، حقيقي وتخيلي. طب امتى الحقيقي والتخيلي ده بيساوي الحقيقي والتخيلي ده؟ والله بيساوي بعض لو الحقيقي بيساوي الحقيقي والتخيلي بيساوي التخيلي. بس كده. يعني ايه؟ يعني لو انت عندك عدد حقيقي بالشكل ده
بيساوي عدد حقيقي تاني بالشكل ده، فده معناه ان الالف بيساوي السين، الحقيقي بيساوي الحقيقي، والتخيلي بيساوي التخيلي، يعني الب بيساوي الصاد. شكرا، هي دي فكرة الدرس او هي دي فكرة السؤال عفوا. طيب مثال بيقول لي الاتنين دول بيساووا بعض، هات لي قيمة السين والصاد. والله اسهل من السهولة ما شفتش. هو فين بس الجزء الحقيقي والجزء التخيلي؟ والله ده الجزء الحقيقي غلط. خلاص السالب 3 هي الحقيقي غلط. امال ايه الصح؟ العدد الحقيقي او الجزء الحقيقي هنا اللي ما فيهوش ت. كل اللي ما فيهوش ت هو عبارة عن عدد حقيقي. كل اللي ما فيهوش ت. الكلام ده الجزء ده لازق فيه ت اهو، فبالتالي الكلام ده تبع الجزء التخيلي. انا باخد الحقيقي مع الحقيقي، اذا الاتنين س ناقص التلاتة بيساوي 7. خد دي وديها الناحية التانية موجب 3، يعني 2 س بيساوي 10 على الاتنين، يعني الس بتساوي 5. شكرا. الناحية التانية التخيلي بيساوي التخيلي. فين التخيلي اللي هنا؟ والله التخيلي اللي هنا عبارة عن 3 ناقص 2 صاد. والتخيلي اللي هنا انا مش باخد الخمسة ت، انا باخد الرقم اللي قدام الت اللي هو 5 بس. ابدأ اشتغل. خد التلاتة وديها هنا سالب 3، يعني سالب 2 صاد بيساوي 5 ناقص 3 اللي هي 2. عايزين نخلص هنا من السالب 2، اقسم هنا على سالب 2، يعني الصاد بيساوي 2 على الاتنين فيها الواحد، والسالب يعني سالب 1. شكرا. ده بالنسبة للفكرة الأولى. طيب تعال نخش على كمان مثال اللي هو الجمع والطرح. تفتكر لما يكون عندي عدد حقيقي عدد تخيلي مع عدد تخيلي وعدد حقيقي مع عدد حقيقي هتجمعهم ازاي؟ والله زي ما عملنا في التساوي، اشتغلنا الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي، نفس الكلام في الجمع، هنجمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. شكرا. اتفضل اجمع. لما اجي اجمع انا شايف هنا 3 زائد 7 في الت أس 13، احنا متفقين بنشيل منها الأربعات، فممكن أشيل منها 3 أربعات اللي هم ب 12، فيتفضل ت. حلو قوي. زائد الخمسة ناقص التسعة ت. حلو قوي. ابدأ جمع لي 3 زائد 5 يعني 8، 7 ت سالب 9 ت يعني سالب 2 ت. شكرا. بس اللي بعده يلا اخلص. اللي بعده عايزين نجمع دول. لما اجي اجمعهم انا مش شايف هنا عدد تخيلي، لا في هنا عدد تخيلي بس مستخبي. مستخبي فين؟ مستخبي في السالب ده. ما هو السالب اللي تحت الجذر ده معناه ايه؟ يلا ابدأ بس بسط لي شكلها. 2 ناقص السالب يخرج بره بت، وجذر ال 16 ب4، ناقص 5 ناقص الت. اقول لك كلامك غلط. ليه كلامك غلط؟ لان السالب ده بتاع القوس كله، فلازم يتوزع هنا ويتوزع هنا، فهنوزع السالب على الخمسة يبقى سالب 5، وسالب على سالب ت يديني موجب ت. كده انت بتحل صح، كده انت واد بتفهم. يلا ابدأ جمع لي. موجب 2 وسالب 5 يعني سالب 3، سالب 4 ت وموجب ت يعني سالب 3 ت. شكرا. اشيل السالب مع السالب ليه يا عم؟ هتشيلهم ليه؟ هم مش مضروبين في بعض، ده حاجة وده حاجة. سالب 3 ناقص 3 ت ده كله على بعضه عدد واحد. اللي بعده الضرب. لما بتيجي تضرب اضرب الحقيقي في الحقيقي ثواني انت رايح فين؟ تضرب حقيقي في حقيقي وتخيلي في تخيلي. ايه ده بس؟ ايه صلى على النبي. هو انت لما بتيجي تشتغل هنا بتشتغل ازاي؟ ارجع للقوانين بتاع التانية اعدادي. مش انا معايا قوس مكون من مقدارين او من ترمين، وقوس تاني مكون من حاجتين مضروبين في بعض، كنت بضرب الاول مرة هنا ومرة هنا، وبعدين اضرب التاني مرة هنا ومرة هنا. خلاص مش هتعمل حاجة جديدة، اعمل ده قلده بالظبط. اضرب 2 في 4 يعني 8، موجب في سالب. بص خلينا نمسح دول كده عفوا. 4 في 2 يعني 8، موجب في سالب يعني سالب، 4 في 5 ت يعني 20 ت. حلو قوي كده، احنا خلصنا من الأربعة. ابدأ اشتغل الجزء التاني. خلاص انا مسحت الأربعة. ابدأ اشتغل بالتلاتة. 3 ت في 2 يعني 6 ت، موجب في سالب بسالب. 3 ت في 5 ت هضرب العدد في العدد والت في الت. 3 في 5 15، ت أس واحد ت أس واحد يعني الناتج هيكون ت أس 2. بسط لي بقى الليلة دي كلها. والله أنا عندي ت أس 2 دي قبل أي حاجة بسالب واحد. قبل أي شيء الت أس 2 دي عبارة عن سالب واحد، يبقى 8 ناقص 20 ت
وموجب 6 ت يعني سالب 14 ت. سالب 15 في سالب 1 سالب في سالب يعني موجب، ونزل ال 15. جمع لي الارقام مع بعض. موجب 8 موجب 15 يعني موجب 23، يبقى 23 ناقص 14 ت. شكرا. اللي بعده بيقول لي اضرب لي الكلام ده في بعضه. قبل ما تضرب الكلام ده في بعضه عايزين بس ايه نبسط شكله شويه. الاتنين اهي زائد 3 ت أس 31، شيل منها الأربعات. تعرف تشيل منها كام أربعة؟ والله أعرف أشيل. 4 في 6 ب24، و4 في 7 ب28. خلاص شيل 7 أربعات اللي هما ب28. هيتفضل كام لو أنت شلت منهم 28؟ هيتفضل ت أس 3. طب لحظة، ت أس 3 دي عبارة عن كام؟ دي عبارة عن سالب ت. احفظ بقى ت أس 3 بسالب ت. فخلاص أنا هشيل ت أس 3 وأحط مكانها سالب ت. السالب يخش على الموجب يخليه سالب، والتلاتة ته زي ما هي، والاتنين اهي زي ما هي. لا 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 لا، تاني 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 تاني. بص يا وطن، انا اقدر اشيل من ال 31 دول كام؟ اقدر اشيل 28، فهيتفضل عندي ت اس 3. ت اس 3 دي عبارة عن سالب ت. فلما اشيل الت دي كلها واحط مكانها سالب ت، فالسالب ده هيخش على الموجب ده يحوله سالب، والتلاتة والت ينزلوا زي ما هم. حلو قوي. نفس الكلام 5 31 احنا لسه قايلين عنها سالب ت. شكرا. ابدأ اضرب. اضرب الاول 2 في 5 ب10. 2 في سالب ت يعني سالب 2 ت. خلصت الاتنين. سالب 3 ت في 5 يعني سالب 15 ت. سالب 3 ت في سالب ت، سالب في سالب بموجب، 3 في 1 ب3، ت في ت ت أس 2. مستر انت لسه قايل لي قبل اي حاجة شيل ت أس 2 وحط سالب 1. يبقى 10 ناقص 2 ت ناقص 15 ت. 3 في سالب 1 يعني سالب 3. ابدأ بقى جمع لي الكلام ده مع بعضه. لما تيجي نجمع الكلام ده مع بعضه، 10 شيل منهم 3 يعني 7. سالب 2 ت سالب 15 ت يعني سالب 17 ت. شكرا. اتمنى ان انت تكون مستمتع بالحصة زي ما انا مستمتع بالحصة. 1 ناقص ت أس 32. يا خبر اسود، تعمل ايه في الكلام ده؟ بس هتعمل ايه؟ بص إيه. لو انا جيت قلت لك مثلا س أس 10، مش س أس 10 دي أقدر أعبر عنها بس أس 2 الكل أس 5، لأن لما بيكون عندي أس فوقي أس كنا بنضربهم في بعض يبقى 2 في 5 يدينا 10. طيب لو أنت عندك مقدار س زائد 1، الكلام ده أس 10، مش أنا أقدر أعبر عنه س زائد 1 أس 2 الكل أس 5؟ طب هو أنا عملت ده ليه؟ أنا عملت ده لأن أنا أقدر أفك القوس أس 2. قوس أس 2 ده أنا أقدر أفكه، إنما قوس أس 10 أنا لسه ما خدتوش. تاخده إن شاء الله في تالتة ثانوي، تمام؟ اللي هي مفكوك ذات الحدين. لحد دلوقتي إحنا لسه ما خدناهوش، فهنعمل إيه؟ والله يا مستر أنا ممكن أعبر عن الواحد ناقص الت الكل أس 32، ممكن أعبر عنها 2 ضرب كام بقى؟ ضرب 16. الله ينور عليك. ابدأ فكها. فك القوس أس 2 اللي أنت بتعرف تفكه. لما نيجي نفكه هيبقى 1، هنوزع الأس على الأول يبقى 1 أس 2 اللي هو 1. سيب مسافة اكتب زائد، وزع الأس على التاني ت أس 2. الأول في التاني في 2. 1 في ت بواحد ت في 2 يعني 2 ت بإشارة اللي في النص. حلو قوي. كمل الكلام ده أس 16. عظيم عظيم عظيم. دي كانت ت أس 2. ابدأ فك. الت أس 2 دي عبارة عن سالب 1، وعندي هنا موجب 1، فالاتنين دول يكنسلوا بعض يبقى سالب 2 ت الكل أس 16. عظيم الكلام ده. طيب هو احنا كده عملنا ايه، او كده احنا بنستفيد ايه؟ كده احنا استفدنا ان انا بدل ما كان عندي حاجتين ليهم أس كبير خليتهم حاجة واحدة بس، اقدر ان انا اوزع الأس عليها. اول حاجة الأس بتاعي زوجي، فالسالب ده ملوش لازمة، السالب ده بيتشال. وزع الأس يبقى 2 أس 16 ت أس 16. طب الت أس 16 دي ت أس 16، ال 16 تقبل قسمة على 4 يعني بواحد، يعني شيلها، يعني الناتج بتاعك عبارة عن كام؟ 2 أس 16. شكرا. طب هي 2 أس 16 دي بكام؟ معرفش ولا عايز أعرف، مش مهم. خش على اللي بعده. اللي بعده بيتكلم عن حاجة اسمها العددان المترافقان.
الكلام ده انت كنت واخده برضه في تانية اعدادي. تانية اعدادي دي سنه مهمه جدا، والله بجد سنه مهمه جدا، لان فيها كميه تاسيس للرياضه مرعب. يعني تانية اعدادي قائم عليها كل الرياضه اللي انت هتاخدها بعد تانية اعدادي، تالتة واولى وتانية وتالتة ثانوي كله. المهم يعني، نرجع لموضوعنا. بيقول لي عايزين نجيب الاعداد المترافقه. هو يعني ايه عددين مترافقين؟ ببساطه هم عددين او حاجتين، الفرق الاشاره اللي في النص مختلفه. يعني لو واحد بالموجب وواحد بالسالب، يعني ايه؟ يعني شايف الخمسه اهي، شايف جذر اتنين اهي، ده بالموجب يبقى ده بالسالب بس. طب اللي بعده تلاتة اهي، اهي، ده بالموجب يبقى ده بالسالب، خلص. اللي بعده خمسة سبعة ده بالسالب يبقى ده بالموجب، خلصت. طب اللي بعده يا مستر ده حاجة واحدة بس، هتعمل فيها ايه؟ بص يعني، هو هنا في رقم حقيقي بس انت مش واخد بالك منه. حد يعرف هو ايه الرقم الحقيقي اللي موجود هنا؟ مفيش ارقام، هي 2 ت بس. لا، في رقم حقيقي، ما هو ده عدد مركب، في رقم حقيقي جنب الاتنين ت بس انت مش شايفه، اللي هو مين؟ اللي هو الصفر. بس نزل الصفر، نزل الاتنين ت، ده بالموجب يبقى ده بالسالب، شكرا. طب احنا هنا عملنا ايه؟ صفر نقص منه 2 ت يعني سالب 2 ت. يا مستر هو انت ايش عرفك ان الصفر ده كان بالسالب؟ كان بالموجب؟ ما ممكن يكون مثلا كان بالسالب. ما هو لو ده كان سالب، لو كان فيه هنا سالب كانت دي بقت سالب 2 ت، يبقى المرافق بتاعها 2 ت. لا، تاني بص كده يا نجم. هو بيقول لي هنا عايزين نجيب المرافق بتاع ده، فانا اعتبرت ان الاشاره دي بالموجب يبقى هنا كان في زائد صفر. طب عايزين نجيب المرافق، هنزل الصفر، هنزل الاتنين ت، بدل ما هي زائد هخليها ناقص، والصفر كده كده ملوش لازمه يبقى سالب 2 ت. يبقى لو انا عندي ت بس وعايز اجيب المرافق، غير الاشاره كانك بتجيب المعكوس الجمعي. طب اللي بعده سالب 5 ت، ده كان صفر ناقص 5 ت، لما تيجي نزل الصفر، نزل 5 ت، ده بالسالب خليه بالموجب، والصفر ملوش لازمه يبقى الناتج بتاعك عباره عن 5 ت. حلو قوي الكلام ده. يعني اول ما اشوف الت اغير الاشاره، موجب اخليه سالب، سالب اخليه موجب، صح كده؟ كلامك مظبوط. تعالى كمل. عايزين نجيب المرافق بتاع التلاته. التلاتة دي هنخليها بالسالب، خلاص. ما انت قلت لي اي رقم لوحده خليه بالسالب. لا، انا ما قلتلكش اي رقم لوحده، انا قلت لك لو شفت ت لوحدها فالمرافق بتاعها غير الاشاره. طب هنا دي بتسيب التلاتة زي ما هي. طب ليه؟ انا بحب افهم. بص يا نجم، التلاتة دي كان مجموع عليها عدد تخيلي اللي هو صفر ت، ما هو صفر في ت بصفر، هتجمعه على التلاتة هيديك تلاتة زي ما هي، ما عملناش حاجه. لما تيجي تعمله هنزل التلاتة وهنزل الصفر ت، بدل ما هي موجب هخليها بالسالب، دي بصفر، السالب يتشال لان بعديه صفر ملوش لازمه، فالناتج بتاعي فضل 3 زي ما هو. فلو رقم فيه ت غير اشارته، طب رقم ما فيهوش ت سيبه زي ما هو. طب دي فهمني دي معلش، ما هي دي كانت سالب 5 زائد صفر ت. طب ليه صفر مش ليه زائد مش ناقص؟ مش فارقه، مش فارقه. ما هو هيجي، ما هو الكلام ده كله عباره عن صفر، والصفر مش فارق لا موجب ولا سالب. ما انت صفر على السالب 5، لو صفر بالموجب مش فارقه، لو صفر بالسالب برضه مش فارقه، الصفر مش هيأثر. فلما نيجي نعكسه هننزل السالب 5 زي ما هي، والصفر ت زي ما هي، ده بالموجب خليه بالسالب، او كان بالسالب خليه بالموجب، ده كله بصفر. سالب 5 نقص منه صفر سالب 5، سالب 5 زود له صفر برضه سالب 5، مش فارقه معايا. فلو رقم فيه ت غير اشارته، رقم صحيح ما فيهوش ت سيبه زي ما هو، هو مرافق نفسه. حلو قوي الكلام ده. عايزين بقى نحل. قبل ما نحل تعالى بس ناخد كام اختصار صغير كده نقفل بيهم الدرس بتاعنا. انت في عندك 3 حاجات ما ينفعش يكونوا موجودين في المقام. 3 حاجات كده اول ما تشوفهم وقف اعرف ان انت ماشي غلط. ايه هما؟ ما ينفعش يبقى المقام بتاعي فيه جذر، ما ينفعش يبقى المقام بتاعي فيه ت، ما ينفعش يبقى المقام بتاعي فيه صفر، ولا جذر ولا ت ولا صفر. دي حاجات عيب في الرياضة. الصفر ده من المحرمات، وقف، انتهى. مفيش حاجة في الرياضة اسمها كده، انت بتخرف، انت بتقول اي كلام. في قصه كده صغيره هحكيها لكم في الشورتس، لو انت دخلت على الفيديوهات القصيره اللي موجوده على القناه هتلاقي فيديو بيتكلم عن القسمه على صفر دي، هيفهمك الموضوع بشكل احسن. المهم يعني، طيب بتعمل ايه؟ كنا بنضرب في المرافق مره فوق ومره تحت. تانية اعدادي قلت لك، تانية اعدادي دي مهمه، والله مهمه. مهم يعني، هنضرب هنا في الته مره فوق وهنضرب في الته مره تحت. فلما نيجي نضرب 2 في ت يعني 2 ت، ت في ت يعني ت اس 2،
على ت في ت يعني ت أس 2. ما عملناش حاجة، ما هي فضلت في ت في المقام، لأ، ما هو الت اللي في المقام دي عبارة عن سالب واحد ودي عبارة عن سالب واحد. فهيبقى الناتج بتاعك 2 ت ناقص واحد على سالب واحد. سالب واحد في المقام يعني بيغير إشارة البسط كله، تمام؟ فهيبقى واحد، السالب واحد هنغير إشارته يبقى موجب واحد، والاتنين ت هنغير إشارتها يبقى سالب 2 ت. خلصت. طب اللي بعده برضه هنضرب في المرافق، مرة فوق ومرة تحت. لما نضرب في المرافق 3 3 4 ت 4 ت، ده بالسالب يبقى هنا موجب هنا موجب. ابدأ اشتغل. انا عندي هنا حاجتين مضروبين في بعض وحاجتين مضروبين في بعض، تعمل فيهم ايه؟ هضرب الاول فيهم كلهم، 2 في 3 ب6، 2 في 4 ت يعني 8 ت. اضرب التاني فيهم كلهم، ت في 3 يعني 3 ت، ت في 4 ت يعني 4 ت أس 2 على، انزل تحت، دول عددين مترافقين، الأول في الأول ناقص التاني في التاني، 4 في 4 ب 16، ت في ت، ت أس 2. حلو قوي. عايزين بقى نجمع الكلام ده. لما نيجي نجمع الكلام ده، ت أس 2 يعني سالب واحد، ت أس 2 يعني سالب واحد. 6 مفيش هنا ارقام، لا فيها نجم ارقام. ايه الارقام اللي موجوده دي؟ هنا موجب 4 وفي هنا سالب واحد. موجب 4 لما هنضربها في السالب واحد هيديني سالب 4. سالب 4 وموجب 6 يعني موجب 2. لا تاني. احنا متفقين ان ت اس 2 دي عبارة عن سالب واحد. سالب واحد هيتضرب في الأربعة فدي تصبح سالب أربعة. معاك موجب ستة وسالب أربعة يعني موجب اتنين. 8 ت وتلاتة ت يعني 11 ت. ده اللي فوق. طب اللي تحت، التسعة تنزل، دي عبارة عن سالب واحد يتضرب هنا سالب في سالب يعني موجب، والستاشر تنزل. بس كده. ابدأ كمل بقى. لما نيجي نكمل، الاتنين زي ما هي زائد الحداشر ت، 9 زائد 16 يعني 25. شكرا. اللي بعده عايزين نحسب دي. لما نيجي نحسب دي احنا المفروض بنضرب في المرافق. طب هنضرب في انهي مرافق بقى؟ في المرافق ده ولا في المرافق ده؟ فالاسهل ليك هنا ان انت تبسط المسألة، حاول تسهل المسألة. طب هتسهل المسألة ازاي؟ اضرب ده هنا وهنا، 2 في 3 ب6 زائد 2 في ت يعني 2 ت. اللي بعده ت في 3 يعني 3 ت، ت في ت يعني ت أس 2 على 2 في 3 ب 6، 2 في سالب ت يعني سالب 2 ت. خلصنا الأول. سالب ت في 3 يعني سالب 3 ت، سالب ت في سالب ت يعني موجب ت أس 2. جمع لي الكلام ده مع بعضه. لما نيجي نجمع الكلام ده مع بعضه، دي عبارة عن سالب واحد ودي زيها سالب واحد. جمع الأرقام، 6 نقص منهم واحد يعني 5، 3 ت و2 ت يعني 5 ت، يبقى 5 زائد 5 ت. انزل تحت، 6 نقص منهم واحد يعني 5، سالب 2 ت سالب 3 ت يعني سالب 5 ت. المفروض ان انا هضرب في المرافق، 5 زائد 5 ت على 5 ناقص 5 ت. جميل قوي. كمل اضرب في المرافق بتاعك، 5 5 5 ت 5 ت. انا بضرب في المرافق بتاع اللي تحت، ده هنا بالسالب فهحط هنا موجب هنا موجب. ابدأ اضرب يا نجم الكلام ده كله في بعضه. لما نيجي نضرب 5 في 5 25، دي 5. 5 في 5 25، 5 في 5 ت يعني 25 ت. خلصنا الأول، خش على التاني. 5 ت في 5 يعني 25 ت، 5 ت في 5 ت يعني 25 ت أس 2. انزل تحت، دول عددين مترافقين، يبقى الأول في الأول 5 في 5 25 ناقص التاني في التاني 25 ت أس 2. حلو. بسط لي الكلام ده، 25 اهي زي ما هي، زائد 25 ت 25 ت يعني 50 ت، دي 25، زائد 25 وت أس 2 دي معناها سالب واحد يبقى سالب 25. حلو قوي. انزل تحت. لما نيجي نبص، 25 زي ما هي، ت أس 2 بسالب واحد تتضرب في السالب ده يعني موجب، و25 تنزل. جمع لي الكلام ده مع بعض، دي كده خلاص بقت سالب. 25 ناقص 25 راحوا مع بعض، يبقى فوق متفضل عندي 50 ت وتحت متفضل عندي 50. اقسم 50 على 50 يتفضل الت، وخلصنا. بس
المساله تبان طويله بس هي سهله، ما تقلقش، خطوات بتسلم بعضها. اللي بعده بيقول لي اخر مثال موجود معايا، اثبت ان دول عددين مترافقين. طب اثبت ان هم عددين مترافقين ازاي؟ يعني لازم أن يكون الاول والتاني هما الاتنين زي بعض، واحد بالموجب وواحد بالسالب، صح كده؟ صح. طيب الاول اصلا مش مظبوط، في ت موجوده تحت. مم. والتاني برضو مش مظبوط، في ت موجوده تحت. فاول حاجه محتاج ان انا اظبط الاول. واحد ناقص اتنين ت على واحد ناقص تلاتة ت، هنضرب في المرافق واحد زائد تلاتة ت على واحد زائد تلاتة ت. كده انا ظبطت الاول. التاني نفس الكلام، اتنين ناقص ت على تلاتة ناقص ت، هضرب في المرافق يبقى تلاتة زائد ت، وتحت برضو نفس الكلام تلاتة زائد ت. ابدأ بسط لي الكلام ده. لما نيجي نبسط الكلام ده، واحد في واحد بواحد، واحد في تلاتة ت يعني تلاتة ت، خلصنا الواحد. سالب اتنين في واحد يعني سالب اتنين ت، سالب اتنين في تلاتة ت يعني سالب ستة ت أس اتنين. انزل تحت، الأول في الأول واحد ناقص التاني في التاني يعني تسعة ت أس اتنين. بسط لي، ت أس اتنين سالب واحد سالب واحد، يبقى هنا واحد زائد تلاتة ت، شيل منهم اتنين ت يعني ت واحدة، سالب في سالب يعني موجب والستة، انزل تحت، واحد سالب في سالب يعني موجب ونزل التسعة، جمع لي واحد وستة يعني سبعة زائد الت على واحد زائد تسعة اللي هي عشرة. روح الناحية التانية نفس الكلام بالظبط، اتنين في تلاتة ستة، اتنين في ت يعني اتنين ت، سالب هنزل السالب، تلاتة في ت تلاتة ت، سالب هنزل السالب، ت في ت ت أس اتنين، انزل تحت، أول في الأول تسعة ناقص التاني في التاني ت أس اتنين. جميل أوي الكلام ده. ابدأ كمل، ت أس اتنين سالب واحد ت أس اتنين سالب واحد، سالب واحد موجب ستة يعني خمسة، اتنين ت شيل منهم تلاتة ت يعني سالب ت. على اللي بعده، تسعة سالب في سالب بموجب تسعة زائد واحد عشرة، شكرا. فهتلاقي عندك العددين، واحد بالموجب وواحد بالسالب. اخيرا مجموع العددين، حاصل ضرب عددين مترافقين يكون نقط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما يكون عندك عددين مترافقين مجموعهم ايه وحاصل ضربهم ايه. تعال نشوف. لو انا معايا مثلا اتنين زائد ت واتنين ناقص ت، تمام؟ دول عددين مترافقين صح كده؟ امين صح. طيب جرب مرة تجمعهم وجرب مرة تطرحهم. يبقى اتنين زائد ت، سوري مرة تضربهم، اتنين زائد ت هنجمع عليها اتنين ناقص ت، واتنين زائد ت هنضربها في اتنين ناقص ت. حلو قوي. لما نيجي نجمع اتنين واتنين اربعة، موجب ت سالب ت راحوا مع بعض فالناتج اربعة. طب اللي بعده عايزين نضرب دول عددين مترافقين، الاول في الاول ناقص التاني في التاني. حلو، الت اس اتنين بسالب واحد، سالب في سالب بموجب اربعة زائد واحد خمسة. ايه ده؟ ملاحظ حاجة؟ ملاحظ ايه؟ انا ملاحظ ان مجموعهم وحاصل ضربهم سواء جمعتهم او ضربتهم فالناتج بتاعك بيكون عدد حقيقي. الناتج بتاعك هنا عدد حقيقي. فلما تيجي تحل سؤال وتلاقي عندك عددين مترافقين، فاعرف ان مجموعهم حقيقي وحاصل ضربهم برضه حقيقي. يعني ايه حقيقي؟ يعني مفهوش ت. وبس كده. لحد هنا خلصنا الجزء الخاص بالشرح. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون الجزء الخاص بحل الاسئله بتاع الكتاب المعاصر كاملا. مش هنسيب باذن الله سؤال، حتى اسئله المهارات العليا او اسئله التفكير العليا برضه هنحلها ان شاء الله. اشوفك على خير الحصه اللي جايه. سلام.